السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله كامل يلقاكم هذا الفيديو بخير. اليوم جبت لكم وصفه دي زامبورغر ولا دي ساندويتش، المهم كما تبغوا تسموهم سموهم، بعجينه بزاف شابه. الوغ المقادير راح نحتاجو نبدو ان شاء الله بالعجينه. نديرو فيها كاس حليب دافي، نزيدو له كاس ماء دافي، زيدوا له مغرف ونص خميرة الخبز ومغرف ونص سكر. خلطوا كامل هاد المقادير ونخلوهم واحد 15 دقيقة على جنب قسم ما تتفاعل ديك الخميرة مع السكر. هنا مور ما يتفاعلوا نزيدوا لهم نص ساشي تاع فرفارة، ربع كاس تاع زيت، مغرف كبيرة ملح، حبة بيض ومغرف كبيرة خل. نخلطوا كامل هذوك السوائل مع بعض ونلموهم بالفرينه. هنا في الفرينه ما بقاتش نقول لكم انا شعل دات لي الكميه اكزاكت، لانه كل وحده وعلى حسب الفرينه اللي تستعملها. كاين اللي تستعمل فرينه تكون تشرب، الوغ كون ديروا هاد الكونتيتي اللي نقولها لكم ممكن يجيكم يعني يابسه بزاف. فالمهم هنايا نلموا العجينه تاعنا قيس ما نتحصلوا على عجينه تكون شويه تلاصق في اليدين، يعني ما نشفوهاش بزاف، خلوها شويه تتلاصق. ونعجنوها. هنا مور ما تتلم لنا نعجنوها غايه واحد 5 دقائق في القصعه كما راه موضح لكم من الفيديو. شوفوا هاد العجينه بزاف شابه، انا نستعملها تقريبا في كل شيء، في لي زامبورغر، في لي ساندويتش، في البيتزا، في لي سوفلي، في لي شوسون. شو الله يبارك، زعما هاد الوصفه بزاف شابه، غير انغوجيستروها راح تستحقوها العديد من الوصفات. هنايا نديروها فوق لو بلان دو طرافاي. هنا كي تبغوا ديروها دي ساندويتش ولا ديروها دي زامبورغر زيدوا لها مغرف دهن، باش من بعد في لا ريزولطا فينال تعطيكم هذيك العجينه اللي تكون تعطيكم هذاك الخبز اللي يجيكم فريمون هشيش وطري، يجيكم بزاف شباب. هنا مهم نزيدو نعجنوها فوق لو بلون دو طرافاي. هنا كي نزيدو لهذيك الفرينه غادي تشوفوها تقعد تتلاصق بزاف، ما تزيدوا لهاش كاع الفرينه. استغفر الله، يعني نزيدوا لها داك الدهن، غلط. نعجنوها تاني غايه فوق لو بلون دو طرافاي تشوفوها بلي راح تتلاصق. هنا ما تزيدوا لهاش كاع الفرينه، غير لموها غايه، زيدوا عجنوها شويه وبعد جيبوا راكليطه ولا غير بيديكم ونقلوها ديروها في قصعه تكون شويه مدهونه بشويه زيت باش ما تلصقش، وخلوها واحد الساعه وهي تريح، يعني تخمر. هنا غطوها ببلاستيك ومن بعد نخلوها اكوتي. دركا نجو للكفته. انا هنا استعملت زدر تاع دجاج تطحنوه بلا شوا. درك باش هذاك الزدر تاع الدجاج يغرم لكم ويعطيكم كونتيتي كبيره، ديروا له نص كاس تاع روز يكون طايب غايه، يعني قريب يتعجن. طيبوه صفوه خلوه يبرد وزيدوا طحنوه مع هذاك الدجاج. هنا نجيبوا حبه بصل وقرن تاع جويه حاره. شوفوا الجويه انا اللي درتها ماشي حاره، سي بوغ سا كترت. من نتوما كون ديروا هذيك الجويه اللي تكون فريمون حاره ما تكتروش. هنا مور ما تطحنوها لازم هذيك البصله نعصروها من الماء تاعها. دائما كي نطحنوا البصله تطلق الماء تاعها، فلازم نعصروه سينو غادي يغبنا بزاف من نجو نشكلوا الكفته باش نقلوها. هنا نعصروها نضيفوها فوق اللحم، ومن بعد نجو هنايا نديروا لها زوج فصوص تاع توم، نزيدوا لها الملح، توابل شاورما، الحروش، سكينجبير، كمون، هريسه، طوماطيس تاع قوطي وبايض حبه بيض. هذاك الصفار خلوه اكوتي راح نستحقوه. وهنا باش تتلم لنا هذيك العجين هذيك الكفته استغفر الله غايه، نزيدوا لها مغرف لا شابلور. نعجنوا مليح هذيك الكفته باش يدخلوا لها توابل غايه، ونخلوها على الاقل ساعتين وهي في الفريجيدان باش تتشرب لنا النكهه غايه. هنا من داك انا درت الدجاج، لازم انه نكثر لها شويه توابل. جينيرالمون بصح كون ديروا نتوما كفته تاع غلمي ولا ديروا غير الملح والحرور. هنا نفوتوا للحلقات البصل. ممكن انكم تستغنوا على هذه المرحله، مش ضروريه، ولكن انا في الدار يبغوا هذه الحلقه تاع البصل، فنجيبوا حبه بصل بيضه. هاد الابيض شفتها انا راه في السوق بزاف، فاستعملوا هذه البيضه تجيكم خير من الحمراء. نقطعوها دي رونديل كيما راهي يبان في الفيديو. السمك تاعهم يكونوا واحد 5 سنتيمتر، ومن بعد نخلوهم اكوتي. نجيبوا هنا حبه بيض مع نص كاس حليب نخلطوهم غايه، ونجيبوا هذيك البصله تاعنا نغمسوها في داك البيض والحليب ونديروها في لاشابلور باش تجيكم فريمون تقرمش غايه. ديروها 2 خطرات، ديروها في البيض لاشابلور، عاودوا ردوها في البيض وعاودوا ديروها في لاشابلور.
قيس ما تكمل لكم كامل هذيك لا كونتيتي. شوفوا انا هذيك الحبه تاع البصله خرجت لي كامل هاد لا كونتيتي كبيره، فما شاء الله ما تكتروش، ديروا غير حبه. هنا نفوتوا للعجينه تاعنا مور ما فاتت ساعه على التخمير تاعها، نجو نديغازوها، نقلوها كامل هذاك الغاز، من بعد نحطوها في فوق لو بلون دو طرافاي ونشكلوها كرات. هنا باش تجيكم حبه قيس اختها من الافضل تستعملوا الميزان، سينو غير عينكم ميزانكم. قسموها كرات صغار، انا درتهم هنا 100 غرام وجاوني كبار بزاف. نتوما اللي باغيين هذاك لو بوا ايديال تاعهم ديروهم 60 غرام ل 70 غرام. هنا كامل نشكلوهم ومن بعد نجو نبسطوها غير شويه فوق لو بلون دو طرافاي ونديروها فوق في السني، لانه الخبز تاع الساندويشات ما يجيش رقيق بزاف، يجي شويه طالع. وهنا من بعد نخلوها تخمر، تديكم واحد 15 دقيقه برك. هنا كامل هاد الكونتيتي اللي درتها. هنا مور ما خمرت نجيبو داك الصفار اللي خليناه اكوتي، نزيدو له 2 مقارف حليب وندهنو بيه الخبز. هنا دهنوها من كامل الجوانب واسيو تبعدوا الحبه على اختها باش ما يلصق لكمش في الكوشه. هنا ندهنوها غايه ومن بعد نجيبو جنجلان الابيض. ممكن انكم تستغنوا على الجنجلان، ولكن ديروا جنجلان الابيض، ما ديروش هذاك القهوي لانه ما يعطيش منظر شباب، فديروا جنجلان الابيض من الفوق وندخلوها للكوشه طيب. انا في الكوشه لازمها تكون حاميه، الكوشه لازم تكون محميينها من قبل باش الخبز تاعكم غير تدخلوها تنتفخ وتجيكم شابه، لا ريزولطا تجيكم شابه بزاف. هنايا نفوتوا للحشو تاعنا، يعني للحم، نشكلوه كرات ومن بعد نبسطوهم شويه ونديروه في الزيت ينقلى. النار اسيو تقووها شويه باش الكفته ولا تاع الدجاج تاعكم ما ينشفش في المقله. جينيرالمون الدجاج كي نقلوه فوق الحد يجي يابس وما يجيش شباب، فهنا غير شويه تتحمر وقلعوها. انا هذه بالنسبه للدجاج. سينو الكفته تاع الغلمي باينه طيابها كي داير. هنايا اكوتي نجيبو هذوك الحلقه تاع البصل تاني نقلوهم. هنا نقص لهم شويه الغاز، خلوهم ينقلوا في خاطرهم باش ما ينحرقوا لكم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن هذاك الخبز كيفاش طلع في الكوشه، جا علامه. هنا نشعلوا له من الفوق يحمر ومن بعد نقلعوه نديروه فوق شباك باش يبرد، ما تخلوش في البلا تاعه سينو البلا يعرق فيه. هنا مور ما بردت نجو نمروا المرحله تاع الحشو، نحلوا هذيك الحبه تاع الخبز تاعنا. شوفوا ما شاء الله كي جات شابه من الداخل. نديروا لها لي صوص كيما تبغوا، انا درت هاد لاصوص الحاره، وديروا الكفته، السلطه، طوماطيس، هذوك الحلقات تاع البصل ولا صوص فخوماج. شوفوا في هذه المرحله ما كوش متقيدين بنفس المقادير اللي انا درتهم، ممكن انكم تزيدوا كتر، ممكن تنقصوا، يعني انا هذا هو الموجود في الدار درت بيه، وكل واحد والموجود يعني الموجود عنده. فشوفوا ما شاء الله جات الريزولطا بزاف شابه، حتى البنه تاعهم بزاف شابه، يعني غير جربوهم ماش تندموا. وخاصه هذه الكفته كي درنا لهذه الطريقه تغرم لكم بزاف وتجيكم بنينه. شوفوا ما شاء الله هذه هي النتيجه تاعنا. راكم بعد عليا وما نعطيكم الذوقوا تشوفوا النتيجه كيفاش راها. فاذا عجبكم الوصفه ما تنسوش تخلوا لي جيم، تخلوا لي كومونتير باش تشجعوني اكثر اني نمد لكم وصفات جدد. وهذه هي لا غوسيت تاعنا للنهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون نالت الرضا تاعكم، وغير جربوها من عندي يعني يجيكم بزاف روعه. الى الملتقى ان شاء الله. باي.